شوف بارك الله فيك، يعني هذا من البلاء. انتهى الشرح وانتهى اللقاء، لكن حتى أقول لك صار هذا إدمان. تعرف إدمان؟ مع معنى إدمان صار يجري في الدم. هذا التلفون، نعم التلفون، هذا اللعب بالهاتف، الجوال، تويتر وغيره، هذا صار مثل الإدمان. لا يستطيع الإنسان لا شعوريا يدخل يده في جيبه يخرج على طول، في البيت، في الطريق، في الشارع، في المسجد، فوق، تحت، في الحمام ممكن. ما هذا؟ ما هذا؟ ماذا تريد أنت كل هذا؟ إيش تريد؟ ماذا وراءك؟ هل ستعالج قضايا المؤمنين؟ هل ستحل قضية فلسطين؟ أم ماذا تفعل؟ كل كلام فارغ. ماذا قال؟ ماذا كتبوا؟ ماذا أرسلوا؟ ماذا فعلوا؟ كأنه هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. أبدا لا يستطيع أن يبقى هكذا سويا، كأنه أجذم أو أقطع أو مجدع الأطراف. ما يستطيع، هو لا يستطيع. صار هكذا، ممكن ينام وبجواره هذا الجوال هكذا يفتحه في الليل، لأنه خلاص صار مثل الإدمان. هذا ليس صحيحا. ليته أدمن على العلم، ليته أدمن على تحصيل العلم واشغال الوقت بالعلم، بدل أن يشغل وقته في التفاهات والسفاهات. ماذا قال فلان وماذا قال علان؟ فكان ماذا؟ فكان ماذا لو علمت ماذا قالوا؟ ثم ما الفائدة؟ لا فائدة، ما في فائدة يا أولادي. لا تضيعوا أوقاتكم ولا تضيعوا أعماركم. بعض الناس تجده في زوايا المسجد ولا خبايا فوق ولا تحت ولا هنا أيضا يلعب في الجوال. صحيح؟ هذا موجود ولا لا؟ موجود. يسلم الإمام وعقله مع الجوال مباشرة، يخرجه لينظر في خلال هذه الدقائق في الصلاة ماذا قيل وماذا كتب، لأنه يريد أن يتابع الأمة كلها، أهل الخير وأهل الشر وأهل الباطل والجن والإنس. يريد أن يتابع حتى الجن. ما الذي أدراك الذي يكتب هذا من الإنس ولا من الجن؟ كيف تدري؟ تدري؟ الله أعطاهم عن الجن من القدرة ما لم يعطي البشر. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. قال الذي آتاه علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. إذن ما لك ولهذا؟ بارك الله فيك. هذا مفيد، لكن خذ منه بحذر وقدر، بحذر وقدر، ولا تبالغ. هو الاتصال للضرورة، فلان علان السلام عليكم في كذا، أهم في الشيء المهم بس، وانتهى. كيف كانت الناس تعيش قبل الجوال؟ كانوا ضائعين، يعني ما كانت الأمور تمشي الحمد لله. اترك هذا بارك الله فيك. اشغلوا أنفسكم بالنافع. شغلوكم عن العلم بهذه الأجهزة التافهة. بارك الله فيك. نعم. ثم يقولون أجهزة ذكية، يخادعون الناس بهذا الكلام. الناس ما أحد قالوا ذكية، قالوا نعم. ما أحد قال لماذا وكيف. كيف صار الجهاز ذكيا؟ هو جهاز أصم. هل له عقل حتى يكون ذكي أم غبي؟ الذكاء فطرة، وقد ينمى. هذا لا يقال إلا للآدمي، حتى الحيوان يعني يتسمح فيه. الحيوان
لا يقال إلا لشيء متحرك من الإنس، وغالبا هو في الإنس. يقال في الحيوان مجازا، ولا يقال في الأصم. هل يصح أن نقول هذا ميكروفون ذكي، وهذا طاولة ذكية، وهذا منبر ذكي؟ ما هذا الكلام؟ صدقوهم، قالوا عنده برامج، عنده ما أدري إيش، كلام فارغ. من صنعه؟ أليس البشر؟ بشر ولا لا؟ يعتري البشر ما يعتريهم من الأعمال. خادعوا الناس فانخدعوا، والله ليس له من الذكاء 1%. لا أصدق هذا أبدا، لأن العقل الصحيح لا يقتضي أن يكون شيئا أصم ذكيا. هو أصم، لو رميته في الأرض ما تكلم ولا صاح ولا قال لما رميتني، يقول بارك الله فيك.